النهاردة هنعمل بلح الشام المصري الأصلي بطريقة سهلة ومظبوطة. هقول لكم ايه اللي يخليه يطلع مقرمش حتى لو فضل كذا يوم، بمقادير بسيطة وسهلة وموجودة عندنا دايما في البيت. قبل ما نبدأ، أنا نسمة ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوها انزلوا اشتركوا وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة. ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة هنعمل الشربات. بلح الشام من الحلويات اللي بتاخد شربات تقيل. هحتاج كوباية مية 200 ملي، هزود عليهم كوبايتين كبار سكر. هنقلبهم كويس قوي لحد ما السكر يدوب. بعد كده هرفعهم على النار. أول ما الشربات يبتدي يغلي بالشكل ده هعصر عليهم نص ليمونة. هبتدي بقى أشيل الوش ده، هسيبه يغلي 10 دقايق على نار متوسطة، وبعد كده هرفعه من على النار عشان يبرد. عشان نعمل بقى عجينة بلح الشام هنحتاج كوبايتين مية، عليهم معلقتين كبار زبدة أو زيت زي ما تحبوا، رشة ملح. هرفعهم على النار لحد ما الزبدة تسيح. على جنب بقى هحضر كوبايتين دقيق. بعد ما عايرتهم شلت منهم معلقتين دقيق كبار، هزود عليهم معلقتين كبار نشا، ده بيخليه مقرمش قوي. وهزود كمان معلقتين كبار دقيق سميد، وده بيديله قوام يجنن وطعم كريسبي جدا. هقلبهم كويس قوي. اول ما المية تغلي هبتدي انزل خليط الدقيق كده واقلب كويس جدا على نار هادية. هنلاقي العجينة بدأت تلم معانا، هفضل اقلب فيها على نار هادية تقريبا دقيقتين لحد ما الدقيق كله يستوي. بعد كده هرفعها من على النار وهنقلها في حاجة عشان تبرد. عجينة بلح الشام بنفس طريقة عجينة الإكلير بس بمقادير مختلفة خالص. هبتدي بقى أضربها بالمضرب كده عشان أخرج منها الحرارة. بعد كده هحتاج 3 بيضات، هزودهم بالتدريج وأضرب. هزود آخر بيضة، وهزود معلقة فانيلا، وهبتدي أقلب بقى بالمعلقة. ده القوام المظبوط لعجينة بلح الشام، بتكون بتلزق حاجة بسيطة كده. هنحتاج بقى كيس حلواني تقيل، والأفضل طبعا إنه يكون قماش، لأنه عجينة بلح الشام بتكون تقيلة قوي، ولو الكيس مش جامد ممكن يتقطع منكم. هنستخدم التب اللي بالشكل ده. هحط الكيس في أي حاجة بقى عشان أعرف أملاه، وما تحطوش كمية كبيرة عشان تقدروا تتحكموا فيها، لأن العجينة بتبقى تقيلة وصعب جدا إن احنا نضغط عليها. بعد كده هجيب الطاسة اللي هحمر فيها زيت بارد، وهبتدي أنزل بلح الشام وهنقصه بالمقص بالمقاس اللي تحبوه. بيحتاج مننا شوية مجهود لأن العجينة تقيلة والضغط عليها بيوجع الإيد شوية. اعملوه بقى بالمقاس اللي بتحبوه. أنا بحب أعمله صغير كده، بيبقى شكله ألذ وأسهل كمان في الأكل. مش هنملى الطاسة قوي، الكمية دي كفاية جدا. هرفع الطاسة بقى على نار متوسطة، ومش هقلب غير لما الاقيه جمد شوية كده. كل شوية هقلبه لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هشيله من على النار وهنزله على شبكة ثواني بس نصفي منه الزيت. بعد كده هنزله على الشربات البارد اللي احنا عملناه. لازم الشربات يكون بارد عشان يفضل مقرمش وكريسبي. هسيبه دقيقتين في الشربات، وبعد كده هصفيه بمصفى. استخدموا معلقة تانية للشربات غير بتاعة الزيت. هكمل بقى باقي الكمية كلها وبعدين هنقدمه. هرش عليه رشة فستق، ودي اختياري طبعا. تقدروا كمان تقدموه مع نوتيلا أو لوتس أو صوص فستق زي ما تحبوا، زي ما المطاعم بتقدمه. شكله ولونه يجنن، مقرمش جدا جدا من بره، سامعين؟ مستوي حلو قوي من جوه، وشارب شربات مناسب جدا، مش مسكر قوي، بجد خرافي. جربوه بقى مع القهوة ودولي. بس كده. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي.